فيصل الطيور تضربون الحساب هنا انتم؟ الطيور احنا كنا اول يعني بعض المزارعين يعني بالمثل يحطون لهن علامات علشان تهج الطيور ولا ياكل محصولهم. إيه؟ لكن انا بعطيك موقف حصل لي، انا موقف حصل لي والشباب يعني يسمعونه. الموقف هذا كنا من اول زرعنا القمح ومن جاي يجهز الحب يعني يطردون هنا العمال ويحطون لهن حاجات عشان يهجن. اكسنه قلت لا تجيهن، قلت للعامل لا تلمسهن، رزقهن خليهن ياكلن. ورزقي والله لو اجتمعت الجن والانس على ان ياخذوا رزقي ما يستطيعون. خليهن اتركهن بس، اتركهن خليهن ياكلن. المهم لو صار هالعصر ولك ما تشوف الشمس من القوقسي والطيور بدن ياكلن. المهم لا منك مريت من عند الرشاش وطارا ولك يغطنا الشمس. المهم وتجينا كالسحابه وانا جاي للمزرعه وتضربنا كالبرديه. قسما بالله اني دخلت موتري بالمحطه. قلت المهم خفت، قلت خلاص الزرع راح. الزرع راح مره يا خلف الله. واجي امشي بس قلت الحمد لله شيء من الله راضي نم. المهم وناظر قبل مزرعتي ناس عندهم اغنام ذابحنا الغنم وزروع مره مساويه بالارض. يوم اقبلت على رشاشي والله يا جماعه ولا سبله طاحت. جايه مطر ولا جاه ولا سبله. سبحان الله. قلت شوف. المهم بعد ما انتهينا يوم جينا وحصدناه كان كل سنه يجيب 60 طن. السنه ذيك جاب 80 طن. ما شاء الله ما شاء الله. لذلك رزقك لا تقول الطيور اكلته. عقبه من اول نرش ادويه واخاف على الطيور، بديت ما رش ادويه لان يجي الطيور يشربون ماء. بديت ما